اليوم غادي نهضروا على ناس عاشوا لحظات كان الموت فيها هو الخيار الوحيد اللي عندهم، ولكن بقدرة من الله سبحانه وتعالى رجعوا للحياة. القصص ديال اليوم ماشي مجرد صدف، بل هي احداث غتخلي العقل ديالك يحبس، من شخص قدر ينجو من طيحة على ارتفاع اكثر من 4500 متر لشخص اخر يطيح وسط بركان نشط ويخرج منه حي. في سنة 2006 في نيوزيلندا، مايكل هومز مدرب نضالي بريطاني خبير قرر يصور قفزة مزدوجة مع أصحابه، وطلعوا طيارة ارتفاعها أكثر من 4500 متر. وملي جا الدور ديال مايكل نقزو هو كيصور، ولكن اللحظة اللي كان خاص فيها حل المظلة تحولت لكابوس حرفيا. فالمظلة الرئيسية كان فيها واحد المشكل، وبدا مايكل كيدور على راسو بواحد السرعة اللي كبيرة بزاف، وحاول أنه يفكها باش يحل المظلة الاحتياطية، ولكن ما قدرش، لدرجة أنه ما قدش يوصل للموس باش يقطع الحبال ديال المظلة الرئيسية، حيتاش من شدة السرعة ديال السقوط ديالو يديه مابقاش قادر يتحكم فيهم. ورغم انه مايكل خبير في القفز المظلي ونقز اكثر من 700 قفزه، ولكن في ديك اللحظه ما بقاش قادر يشوف قدامه الا ساعته اللي كتقول له باللي صافي الارض قربات. وفي الفيديو اللي كان كيصوروا غنسمعوه يقول الكلمات ديالو الاخيره، حيتاش كان متاكد باللي صافي هذه هي التاليه عنده. ولكن مايك غادي يطيح فوق واحد الشجره ديال التوت الصغيره، والصديق ديالو شافو هو كيطيح، نزل لعنده وهو متوقع بلي غادي يلقى جثه، ولكن لقى مايكل في كامل الوعي ديالو. فسبحان الله، تخيل معايا انه الا طاح بديك السرعه فوق الارض حافيه او الماء كان صافي، هذيك هي التاليه ديالو بصح. ولكن هذيك الشجره ديال التوت الصغيره قدرت انها تنقذ الحياه ديالو. وملي نقلوه للاسعاف كان التشخيص ديالو هو كسر في الاضلاع وثقب في الرئه ديالو وكسر في الرجل، ولكن النجاة من سقوط من السماء معجزة. فالسقوط وسط فوهة بركانية حكم بالإعدام. حيت أنه في سنة 1992 مايكل بنسون وكريس سودي طلعوا بهليكوبتر فوق بركان باش يصوروه. الدخان كان كثيف بزاف لدرجة أنه خلى الطيار يفقد السيطرة ديالو، وغادي تطيح ديك الهليكوبتر داخل الفوهة البركانية. ولكن مزهرهم الطيارة ما طاحتش في الحمام، طاحت فوق واحد الصخرة باقا ما ظهرتش، ولكن كانوا مازال ما سلكوش، بحيث انه الحرارة كانت توصل 1000 درجة مئوية والدخان كيخنق. حاولوا يسلقوا جدار الفوهة اللي علو ديالو اكثر من 90 متر، ويديهم حرفيا كتحرق من الحرارة ديال الصخور. ومن بعد عدة محاولات الطيار قدر يسلك ويطلب النجدة، وغادي يبقاو مايكل وكريس حاصلين يوم كامل وسط جحيم ديال البركان. وفي اليوم اللي موراه كريس قرر يغامر ويكمل التسلق، حيت عارف الا ما تحركش راه غادي يفصلهم الحمام. بالفعل غادي يطلع ويختفي وسط الدخان. وصاحبو مايكل قال له بلي راه ما يقدش يتسلق صافي نهار ديال بصح. وغير شويه مورا ما كريس قرر انه يكمل التسلق بوحدو، مايكل غادي يلاحظ واحد الجسم كيطيح داخل الفوهه البركانيه، وصحاب له باللي صاحبو كريس صافي خونا يئس ديال بصح. ولكن في ديك اللحظه غادي ينزل واحد المطر خفف شويه من الحراره، ومن بعد يومين شاف واحد الشبكه انقاذ نازله من واحد الهليكوبتر. وملي غادي يسلكوه غادي يكتشف بلي صحابو كاملين راهم بخير، وهذاك الجسم اللي شافو كيطيح كان غير واحد حزمه ديال الانقاذ رماوها ليهم. وفي 2007 في استراليا كانت البطله ايفا كتحاول تحافظ على اللقب ديالها في القفز المظلي. وملي بدات المسابقه السما كانت صافيه وكلشي كان غادي هو هذاك، ولكن في لحظات معدوده الجو غادي يتقلب ديال السطح. فايفا لقات راسها عوض ما تنزل للارض بدات كتطلع لفوق، وهذه ظاهره كتسمى امتصاص السحابه. فايفا وهي في السماء تسحبات لارتفاع مرعب وصل ل 9947 متر. وباش نوصل لك فكره على هذا الارتفاع، ففيه اللي كطير الطائره تنفسها، واضافه لهذا الشيء كامل اكسجين قليل والجو بارد لدرجه انه الجسم ديالها بدا كيتلج، والخلايا ديالها بدات كتموت شويه مورا شويه. واحتماليه الوفاه كانت 100%، لدرجه انها غادي تغيب على الوعي لمده ديال ساعه. وفجاه وهي تفيق بدات كطيح بواحد السرعه اللي جنونيه، ولكن لحسن الحظ ديالها المظله ديالها تعدلات وبدات كتهبط بشويه بشويه، ولقات راسها على بعد 60 كيلومتر من المنطقه ديال السباق. وملي غادي ينقلوها للمستشفى غادي يلقاو الجسم ديالها مغطي بكدمات الصقيع، ولكنها بقات حيه، وهذا الشيء هو الاهم. هاد القصه الاخيره خلات الاطباء يحيروا ديال بصح. فانا واحد المتزلجه اللي متمرسه، وفي 1999 غادي تطيح في واحد البحر متجمد وراسها هرس اكثر من 20 سنتيمتر ديال الجليد، لانه النص ديال الجسم ديالها كان داخل الماء البارده، وصحابها ما قدروش انهم يخرجوها، وبقات تما 40 دقيقه وهي كتقاوم حتى غابت عن الوعي. وملي وصلت المساعده رجال الانقاذ غادي ياخذوا 40 دقيقه ديال الوقت باش يخرجوها، يعني حرفيا 80 دقيقه وسط المياه المتجمده. وملي داوها المستعجلات درجه الحراره ديال الجسم ديالها كانت سالب 13 درجه مئويه، وهي اقل درجه تسجلات الجسم في تاريخ الطب. وغادي تكون فريق من 100 طبيب تعاونوا لمده 9 سوايع باش يرجعوا الحراره ديال الجسم ديالها للطبيعي. وما كيحاولوا فجاه القلب ديالها بدا كينبض. والصدمه الثانيه انه الدماغ ديالها ما تاثرش رغم انها بقات بدون اكسجين لوقت طويل بزاف. وغادي تفيق انا من مورا الحادثه، وغادي تلقى راسها مشلوله، ولكن مورا عده شهور ديال اعاده التاهيل غادي ترجع تمشى بحال اللي ما وقع لها حتى حاجه. وهذه الحاله كتعتبر واحده من اكبر المعجزات اللي دازت في تاريخ الطب. هاد القصص اللي سمعناها كتعلمنا ان الحياه غاليه، وان الامل كاين حتى في اللحظات اللي كنقولوا فيها باي باي للعالم.
وانتم واش فايت لكم سمعتوا قصص بحال هادي؟ نشوف قسم الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش بواحد لايك وفولو، وتهلاو في راسكم.